أكو الظاهرة كلش غريبة شركة سامسونج دائما تسويها. بسنة 2014 قشمروا على جماعة الآيفون لأنهم ما يقدرون يطلعون البطارية من الجهاز، ولكن بسنة 2015 حذفوا الإعلان ونزل الجهاز السامسونج جالكسي اس 6 اللي ما تقدر تشيل من عنده البطارية. بسنة 2017 نزلوا إعلان كانوا يقشمرون بها بشكل مباشر على أجهزة الآيفون اللي يحتوي على نوتش، ولكن وراها بفترة قصيرة طلعت كل أجهزة سامسونج بذاك السنة بنوتشات غريبة. وبسنة 2018 همين رجعوا نزلوا إعلان يقشمرون على مستخدمين أبل أنهم ما يحتوي أجهزتهم على منفذ سماعة الهيدفون. أطلقوا الجهاز السامسونج جالكسي النوت 10 بدون منفذ سماعات. سنة 2020 قشمروا على آيفون 12 لأنه ما يحتوي على شاحن بالعلبة. وراها فقط بأربعة أشهر نزل جهاز الاس 21 الالترا اللي كانت همينه ما يحتوي على الشاحن. انا اقول الماي لوح العنب حامض عنا، يقول. انا محمد نور الدين، هم زين رجعنا للاستوديو.